ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل صينيه سمك فيليه بالبطاطس بجد حلوه قوي. لو اول مره تشوفيني انا اسماء، ما تنسيش لو عجبكم الفيديو تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وتعالوا مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. مش هتاخد زيت معانا كتير، هتطلع معاكي حلوه جدا. هنجيب هنا سمك الفيليه بتاعنا، طبعا النوع اللي استخدمته سمك الفيليه البلطي، زي ما انت حابه اي نوع عندك ممكن تستخدميه. هنجيب هنا حسبه من الكزبره. بعد كده هنجيب هنا واحدة من الطماطم، هنقطعها مكعبات وهنحطها في الكبة. بعد كده هنجيب هنا بصلاية متوسطة وهنقطعها مكعبات، وهنحط هنا قرن فلفل حامي بيديها طعم حلو جدا، وهنحط توم مفروم حوالي كده 5-6 فصوص من التوم، وهنحط 3 معالق كبار من الزيت. بعد كده هكون مجهزة هنا ليمون، هنحط كمان عصير ليمونة كده كاملة تعصريها كده كويس كده تمام. طبعا في الوقت ده هكون مسخنه الفرن على درجه حراره متوسطه علشان ندخل الصينيه ما تاخدش وقت معنا. هنحط هنا معلقه كبيره من الملح، وهنحط معلقه صغيره من الكزبره، وهنحط معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود كده تمام. طبعا بهارات السمك دي كلها، وهنحط كمان معلقه صغيره من البابريكا وربع معلقه من الكاري كده تمام. التتبيله جهزت معانا، هنضربها كده كويس لحد ما التتبيله معانا تنعم. صراحة التتبيلة دي جميلة جدا وريحتها حلوة قوي، جربوها بنفس الخطوات دي تطلع معاكي تحفة جدا. ضربنا طبعا الكمية كلها خلاص، شايفين القوام بتاعها بيبقى تقيل شوية كده. جهزت معانا خلاص. بعد كده هنجهز هنا البطاطس بتاعتنا، بعد ما قشرناها كده كويس وغسلناها نقطعها بالشكل ده طرنشات. طبعا الكمية زي ما انت حابة تكتري تقللي براحتك. شايفين السمك بتاعها لازم السمك يبقى معانا تخين شوية. هنجيب طبق البايركس طبعا، وهنرصي اول طبقة من البطاطس. بعد كده هنجيب هنا السمك الفيليه، حابة تحطيها سليمة او حابة تقطعيها براحتك، وزي ما اتفقنا اي نوع سمك ممكن تستخدميه في التتبيلة دي بنفس الخطوات. شايفين انا طبعا حبيت اقطعه صغير كده خلاص. قطعتها وجهزت معانا. طبعا الكمية زي ما انت حابة تكتري براحتك. هترصيها بالشكل ده. بعد كده هنحط عليها التتبيله اللي احنا عملناها. طبعا التتبيله دي كتيره جدا، ما تحطيهاش كلها كده تمام. هتوزعيها بالطريقه دي. بعد كده هنحط هنا حوالي نص كوبايه من الميه علشان البطاطس تستوي وما تاخدش وقت. وهنحط طبعا على الوش كده فلفل الوان، وهنحط كمان ليمون، شرايح من الليمون بتديها شكل حلو. مش عايزه اقول لكم ريحه التتبيله خرافه، جربوها وهتعجبكم جدا. بس التتبيله ما تحطيهاش كلها عشان الكميه كانت كبيره عندي، تقللي منها. بعد كده هنغطيها بورق فويل، هنحطها في الفرن تكون سخنه معانا. بعد كده اول ما تستوي معانا البطاطس هنشيل ورق الفويل وهنسيبها تاخد وش معانا كده تمام خلاص. طبعا بعد ما استوت معانا تماما البطاطس ريحتها حلوة جدا، جربوها. قدمتها مع سلطة طحينة ومع رز اصفر، وكمان عملت جنبها سمك فيليه مقرمش، وعملت جنبها سلطة. وجبة غدا تحفة جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب، وتتابعوا صفحتي على الفيسبوك والتيك توك وكواي باسم اسماء ابو الخير. يلا باي.